اكتشافات كتير ظهرت على مر العصور، في منها اللي اتفك شفرته واتفهم زي ما قالوا لنا عليه، وفي اللي لحد دلوقتي محدش قدر يفك شفرته ولا يفهمه. بس في اكتشافات رهيبة ناس قليلة تعرف عنها، وحتى اللي يعرف عنها ما يعرفش محتواها الحقيقي ايه، لان لو الحقيقة انكشفت التاريخ كله هيبقى سراب ووهم كبير عايشين فيه. طبعا تعرف عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اللي بيقولوا عليه الاكتشاف الأثري الأكبر في التاريخ، مش كده برضه؟ بيتهيألك. لغز الأهرامات وبناة الأهرامات يعتبر اللغز الأكبر على مر التاريخ، بيتهيألك برضه. نصوص العهد القديم وأسرارها وألغازها ملهاش مثيل، حاجة كده تخلي عقلك يلف ويدور. عايز تعرف أنا بتكلم عن إيه؟ النهاردة هحكي لك عن أكبر لغز في التاريخ كله، مخطوطات اليد الأقدم للكتاب المقدس. مخطوطات بتتكلم عن علامات الزمان وكنز المسيح المفقود، مخطوطات قمران. أهلا بيكم في كتاب. مساء الخير ورمضان كريم عليكم جميعا. اعذروني الفترة اللي فاتت كنت مقصر شوية في الحلقات لظروف خاصة، بس علشان اعوضكم رجعت لكم بحلقة للتاريخ. قبل ما ادخل في التفاصيل اللي عايزك تبقى مركز معايا فيها كويس جدا، علشان هتبين لك حقائق مهمة اول مرة تسمع عنها. هقولك نبذة مختصرة كده عن مخطوطات قمران علشان تعرف انا هحكي لك عن ايه بالظبط. الحلقة دي هتغير نظرتك تماما عن المسيحية واليهودية، هعرفك على النص الأصلي للإنجيل في العهد القديم اللي كان فيه معلومات وحقائق خلت دول العالم العظمى تخفي المخطوطات دي تماما عن العالم وتحطها تحت عبارة سري للغاية. طب يا ترى كل ده ليه؟ يمكن علشان المخطوطات دي هتعرفك حقيقة اليهودية وأصل المسيحية، ولا علشان هتبين لك حقيقة التحريف المتعمد في الكتب دي؟ أحكي لك على قصة بابا الفاتيكان ال23 البابا يوحنا وحكاية موته المفاجئ، التاريخ المحرم اللي كان مستخبي لأكتر من 40 سنة. تعال أحكي لك القصة الحقيقية الكاملة عن مخطوطات البحر الميت، مخطوطات قمران أو كنز المسيح الضايع. فلسطين الحبيبة في مكان قريب من جنوب إريحة بكام كيلو، موجود موقع أثري صغير بالتحديد على شواطئ البحر الميت. ما كانش حد يعرف المكان ده غير شوية علماء. متاهة من الأنفاق متوصلة ببعض الكهوف، لدرجة إن لو كان في حد هرب واستخبى فيها كان بيبقى شبه مستحيل إنك تلاقيه، ما بالك بقى لو لقيت جواها مخطوطات. الجبال دي كان جواها كنز ما بيتقدرش بتمن لحد اليوم المشهود. في 9 أغسطس سنة 1947 ولدين من بدو عمرة بيرعوا غنم في خربة قمران. كان في شقوق في الجبال دي كانوا بيرموا فيها طوب علشان لو في غنم مستخبي يطلع منها. واحد منهم حب يتأكد ان الغنم مش مستخبي في فتحة من الفتحات دي، نزل بنفسه يشوف ويتأكد. لما نزل لقى أجرار كتيرة اللي بنقول عليه زلعة أو بلاص، كان متعان جواهم مخطوطات من الجلد القديم بأعداد كبيرة جدا. المخطوطات دي كان عليها كتابات بس الولد ده معرفش يقراها، أخدوها معاهم لشيوخ القبيلة بتاعتهم، يمكن تكون حاجة مهمة، بس برضو محدش في القبيلة قدر يقرا اللي مكتوب ولا يفهمه. بس هما كانوا عارفين ان المخطوطات دي ليها معنى وقيمة كبيرة. كان في شيخ مسلم في بيت لحم عنده معرفة بالتاريخ القديم، بعتوا المخطوطات دي ليه يمكن يكون عنده الحل. الشيخ ده أول ما شاف المخطوطات عرف إنها كتابة سريانية قديمة. من غير ما يفكر قال لهم إن الشخص الوحيد اللي يقدر يفك لغز المخطوطات دي هو تاجر آثار اسمه خليل اسكندر شاهين. خليل أول ما شاف المخطوطات وعرف إنها باللغة السريانية تواصل مع التاجر السرياني جورج شعيه. جورج أول ما شاف المخطوطات دي عرف إن المخطوطات دي فيها نصوص من الكتاب المقدس في العهد القديم. في نفس الوقت بلغ المطران يشوع صموئيل في دير ماري مرقس للسريان الأرثوذكس في القدس القديم. صموئيل أول ما قرأ اللي موجود في المخطوطات دي وعرف اللي فيها، فهم إن المخطوطات دي هتقلب الدنيا على المعتقدات اليهودية والمسيحية وهتغير مفاهيم وتاريخ العالم كله. ساب القدس وسافر على الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1948 وسلمها لمجموعة من المختصين في دراسة اللغات القديمة اللي عرفوا إن المخطوطات دي لا تقدر بثمن.
سنة 1949 خبر اكتشاف المخطوطات دي اتنشر، وبدأت أعمال التنقيب والبحث في كهوف وجبال قمران بالطريقة الشرعية والغير شرعية، لأن الناس عرفت قيمتهم وعرفت إن في كنوز في الكهوف دي لا تقدر بثمن. اكتشفوا 800 مخطوطة حوالي 40,000 صفحة، معظمها مكتوب باللغة العبرانية القديمة والباقي بالأرامية والسريانية واليونانية. تخيل المخطوطات دي اتكتبت ما بين سنة 200 قبل الميلاد لسنة 70 ميلادي. طيب يا ترى ايه اللي مكتوب في المخططات دي قلب الدنيا عليها كده؟ انا هقول. كل أسفار العهد القديم المعتمدة عند اليهود والنصارى الأصلية طبعا، مش اللي موجودة اليومين دول، وهما بيدوروا في الكهوف بتاعة قمران لقوا بقايا قرية صغيرة فيها مساكن وأسواق، ولقوا كمان مكتبة وأماكن للكتاب، اللي أكد إن اللي كانوا عايشين في القرية دي هم اللي كانوا بينسخوا أسفار العهد القديم والتعاليم التوراتية علشان ما تتحرفش أو تضيع. والطائفة دي كانت من أقدم طوائف بني إسرائيل، وكانوا ملتزمين بتعاليم التوراة اللي يقال إنها الأصلية قبل التحريف. الطائفة دي اسمها العيسيين، ويقال إن منهم الحواريين اللي نصروا سيدنا عيسى عليه السلام. سبب انعزال جماعة قمران اللي جمعت المخطوطات دي كلها في مكان واحد ونسختها انهم كانوا بيحاولوا يهربوا من السلطة اليهودية اللي زوروا كتير من نصوص التوراة علشان تخدم الحكام ومصالحهم السياسية. علشان كده انعزلوا في كهوف قمران ونسخوا تعاليم الديانة اليهودية الأصلية علشان ما تضيعش وتتحرف للأبد، اللي هي عكس تماما الديانة اليهودية الرسمية في الوقت ده. استمرت جماعة قمران في نسخ التوراة والوقائع والأحداث اللي بتتم في عصرهم حتى بعد ولادة سيدنا عيسى عليه السلام ونزول الإنجيل عليه، وده معناه إن المخطوطات دي فيها جزء كبير من الإنجيل الأصلي اللي ربنا كشف بيه كتير من الحاجات اللي خفاها وحرفها اليهود في كتبهم السماوية. واللي يأكد الكلام ده إن في سورة المائدة الآية 15 ذكر نص في القرآن بيدل إن قبل نزول سيدنا عيسى اليهود حرفوا التوراة، وإن الإنجيل نزل علشان ينورهم ويعرفهم حقيقتهم. سنة 1948 الكيان الصهيوني المحتل استولى على الضفة الغربية، حطوا ايديهم على كل المخطوطات اللي كانت موجودة في متحف القدس في الوقت ده، بس خافوها من قدام العالم كله. لما الدنيا قامت عليهم بسبب انهم خبوا المخطوطات دي، اضطروا انهم ينزلوا قرار ان اللي يطلع على المخطوطات دي بس يكون من العلماء، ومن اختيارهم هم بس، اللي كانوا 8 علماء 6 منهم يهود. واشترطوا عليهم كمان ان مفيش اي صورة من المخطوطات دي تتنشر في اي مكان او حتى يعرض النص على اي حد، هو بس يقدر ينشر استنتاجاته من اللي قراه او الفقرات اللي ما تتناقضش مع الديانة اليهودية المحرفة. طبعا اي شخص طبيعي حتى لو كان تفكيره محدود هيفهم ليه هم بيعملوا كده، وان المخطوطات دي جواها حاجة خطيرة مش لازم حد يعرفها. سنة 1960 في متحف روكفيلر بفلسطين اتجمع فيه جزء كبير من مخطوطات قمران. مجموعة كبيرة ومشهورة من الباحثين بدأوا يدرسوها، منهم العالم الفرنسي رولان ديفيو وعالم الآثار اليهودي هارون كامبسكي، اللي قال لما شاف المخطوطات دي: إذا قبلنا بيهودية جماعة قمران فهذا يعني بطلان اليهودية الحالية. معظم العالم سمع عن مخطوطات قمران، بس قليل جدا اللي يعرف ايه اللي جواها، وان المخطوطات دي بتكشف حقيقة اليهودية واصل المسيحية، وانها ممكن تغير تاريخ العالم كله. سنة 1963 بابا الفاتيكان يوحنا ال23 قدر يشوف المخطوطات دي بنفسه، ولما شافها قال ان هي من الانجيل نفسه، بس قال كمان ان فيها حاجات كتير تخالف معتقدات الطوائف المسيحية والتشريعات العبرية. الباحث المسلم عبد المجيد الزنداني قال كلام خطير جدا عن اللي حصل مع بابا الفاتيكان. قال ان في مؤتمر لبابا الفاتيكان يوحنا ال23 ان المخطوطات دي بينت شخصية المسيح الحقيقية واللي كانت مطابقة للدين الاسلامي. بعد الكلام ده بابا الفاتيكان توجهاته في العقيدة المسيحية اتغيرت بشكل كبير وملحوظ، وانه كان مصر انه يكشف حقيقة المخطوطات دي للعالم المسيحي. بس السفير الاسرائيلي في الفاتيكان اعترض على الكلام ده، بس البابا تجاهله واصر انه يعمل مؤتمر يكشف فيه حقيقة المخطوطات دي. قبل كام يوم من المؤتمر ده الفاتيكان اعلنت وفاة البابا يوحنا ال23 بدون ابداء اي سبب او توضيح. بعد الواقعة دي بالتحديد سنة 1967 استولى الكيان الصهيوني المحتل على مخطوطات البحر الميت كلها، ومحدش عارف مكانها بعديها نهائي. واعترفوا بشكل رسمي ان المخطوطات دي بتحتوي على كل كتب العهد القديم، ده غير ان مكتوب فيها حقيقة اليهودية واحداث ولادة سيدنا عيسى عليه السلام.
40,000 وثيقة كتبها العيسيين من أكتر من 2000 سنة. بس مش غريبة إن الناس دي بعد سيطرتهم على المخطوطات دي يعترفوا بشكل رسمي عن محتوياتها، وليه هم خبوها عن العالم؟ حاجة مش منطقية مش كده؟ أنا كمان قلت أكيد في الموضوع ده. في أول التسعينات بعد 40 سنة من الاعتراف الرسمي والسيطرة على المخطوطات، نزل قرار إن مسموح للعالم إنه يطلع على مخطوطات البحر الميت. في الوقت ده بس عرفنا ليه هم اعترفوا بمحتوى المخطوطات دي، وليه بعد 40 سنة سمحوا للعالم انه يطلع عليه. لانهم نشروا جزء من المخطوطات اللي ما يعرضش يهوديتهم، والجزء التاني زوروه وخبوا الاصل عن العالم كله. شغل يهود يا معلم. طبعا سؤال مهم لازم نسأله لنفسنا، ايه اللي يخلي الصهاينة يعملوا كده بعد لما موضوع المخطوطات دي شبه اتنسى؟ عارف ليه؟ لان المخطوطات المزورة اللي خرجوها للنور كانوا عايزين يثبتوا بيها ان ليهم تاريخ قديم على الارض دي، وحقيتهم الكاملة فيها، وانهم زي ما بيقولوا اصحاب الارض الاصليين. في ال40 سنة اللي قبل ظهور المخطوطات المزورة للعلن، كان في اتفاق في السر بين الانجليز واليهود اللي كشفوا مايكل بيجنت وريتشارد لي في كتابهم سنة 1991 اللي كان اسمه خديعة مخطوطات البحر الميت، ان بابا الفاتيكان هو اللي بيتدخل في عملية نشر المخطوطات والترجمة ومنع نشر اي بند يخالف العقائد المسيحية، وان كان في اتفاق بين الفاتيكان والسلطة دلوقتي في مخططات ممنوع اي حد يقرب منها غير المختارين منهم بس. لعبة جديدة بقى بين أمريكا والكيان الصهيوني. حصلت حملة إعلامية كبيرة في أمريكا سنة 1991 بتطالب فيها نشر وترجمة كل مخطوطات البحر الميت، وفعلا اتنشرت المخطوطات للعالم على إنها النسخة الأصلية، وهي في الحقيقة نسخة مزورة. واترجمت المخطوطات المزورة لأكتر من لغة، وترجمها للعربية سهيل زكار. بس في بداية الألفينات متحف الكتاب المقدس بواشنطن فجر قنبلة في العالم كله لما أعلن إن في 16 قطعة من المخطوطات دي مزيفة، لدرجة إن هاري هارجريف مدير المتحف قال لقد خدعونا وقعنا ضحايا الغش والتزوير. وده يثبت اللعبة اللي عملتها أمريكا مع اليهود علشان يخدعوا العالم كله. بس طبعا احنا عارفين ان الناس دي مش بالسذاجة اللي تخليهم يقعوا الوقعة دي من غير ما يكونوا عاملين حسابهم كويس جدا. اللي زوروا القطع دي استخدموا جلود قديمة وخلطوا عليها حبر ومواد كيميائية وتراب من منطقة قمران نفسها، كل ده علشان لما يتقال عليها مزيفة الناس تبدأ تشك في مصداقية المخطوطات نفسها، وما يعرفوش اي واحدة فيهم الصحيحة والمزيفة، وتضيع حقيقة المخطوطات تاني للأبد. في النهاية مخطوطات البحر الميت فيها إثباتات إن الدين الإسلامي هو دين الحق، وإنها ذكرت سيدنا محمد بشكل صريح ما فيهوش أي شك، واللي كان فيها كمان توصيات سيدنا عيسى عليه السلام باتباع خاتم الأنبياء وسنته، وطبعا التشريعات الصحيحة في التوراة والإنجيل اللي فيها اتباع إله واحد لا شريك له. مخطوطات قمران تعتبر الاكتشاف الأكبر على مر التاريخ كله. استنوني في الحكاية اللي جاية. سلام.